عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين؟ اموركم هانيه والعواش مبروكه، تدخل عليكم الصحه والهنا باش ما تمنيتو، واللي مريضه الله يشافيها. المهم اي وحده كتمنى شي امنيه الله يحقق عليها يا ربي في هذا الشهر المبارك ديال شعبان، ولا غيدخل ان شاء الله رمضان. المهم ما ديوش عليا راه كنتعطل عليكم، ولكن ساعه كنطلع عليكم ان شاء الله. اليوم جيتكم التحضيرات ديال الشباكيه. انا سوف عدلتم بريوات عدلتم، ما شاركتش معكم، ولكن اليوم ان شاء الله نشارك معكم شباكيه. الصراحه لا الشباكيه ديال سمير ديالنا التطوانيه، باش نقول لكم واخا نعيا نشكر ما عن فيها شي في الحق ديالها. المهم ان شاء الله عندكم المقادير وغنعمل لكم نقطه بنقطه تشوفوا التفاصيل كاملين. المهم ان شاء الله غادي نبداو. بسم الله. غادي نبداو اول حاجه، غادي نبداو بالطحين. شحال عندنا الطحين؟ هنا 3 كيلو طحين، طحين رطب، طحين الحلوى ضروري تكون الحلويات ديال الحلوى. عندنا هنايا نص كيلو ديال الشنجلان. نص كيلو الشنجلان كنقيوه وكنحمروه، ماشي محمر بزاف، وكنطحنوه هكذا طحن مزيان. عندنا هنايا تقريبا طاسه قول عامره ديال ربع ديال اللوز. تقريبا هيداك ربع ديال اللوز ممسوح ومطحون مزيان ويتغربل باش ما يقطع لنا شي الورقه. عندنا هنا النافع 6 معالق، 6 معالق النافع، تا هو مطحون ومغربل، عندنا هنايا خميره ديال الخبز تقريبا شي نص معلقه صغيره، يعني معلقه صغيره عامره على حسب دابا بروده. دابا هذا القياس اللي كتعطيكم القياس اللي فيه 3 كيلو ديال 3 كيلو. هذا القياس الكبير، بغيتو القياس الصغير كتجي كيلو ونص. عندنا واحد البيضه باش ما كتطلقش ديك. المهم هذه من الحجم الكبير، واللي عنده البيضات الصغيرين يعمل جوج. المهم بيضه. عندنا هنايا جوج معالق ديال السمن مذوب. عندنا هنايا جوج الكيسان ونص ديال الخل. حاولوا تعملوا الخل الابيض مزيان احسن من. عندنا هنايا الزيت، عندنا 2 كيسان ديال الزيت. عندنا المزهر 2 كيسان ديال المزهر. هذا عندنا المزهر شويه مقطع، هذا مقطع على اليد. 2 كيسان المزهر. هنايا عندنا هذا 4 الزبده. هذه الزبده الممتازه مذوبه، وغادي نقطرها من ديك اصلا ما باقيش فيها زعما ديك. لا حيدت من انا الماء ديالها، اسمها ديك الماء ديالها. هنايا عندنا الخميره الحلوه، هذه الحمراء هذه احسن نعملوا هذه الحمراء هذه. هذه 16 غرام هذه فيها، لا 8 غرام فيها هذه دي فيها 8. عندنا هنايا هذه شنو اسمها؟ الزعفران الشعراء. عندنا معلقه كبيره ديال القرفه، شويه ديال الملح، الكوزه محكوكه وحده كامله، والزعفران هذا العادي ضروري خصو يتعدل، واخا كتسمى ما كيقولوا ماشي مزيان ولكن غنعدلوه. هنايا شنو اسمه؟ مسكه حره مطحونه مزيان، طحنتها مع السكر باش تعطي كميه كبيره. صافي دابا غادي نخلطوا. اش كنعملوا حنا؟ كنعملوا الحاجه اللي ناشفه بوحديتها كتخلط مع الطحين، والحاجه اللي سائله كنخلطوها مع الزبده. المهم كتسمى النواشف كيتخلطوا بوحدهم، والسوائل كيتخلطوا بوحديتهم باش كتجي الحاجه مزيونه. المهم دابا غادي نخلطوا هنا الحاجه اللي سائله كامله غنعملوها هنايا. عندي هنا الزبده دايره معبوره هنا، هذا 4 كيسان. هذه زبده الماكله، هذه حيوانيه. هذا السمن تا هو سمن مزيان. بهذا غادي نعمروا هذا الشيء هذا. المهم الكاس هذا كله غنعمروا به السوائل. واحد هذا مزهر، هذا مقطر على اليد، فيه الريحه احسن من هذا. جوج الزيت، عندنا جوج، يعني جوج المزهر وجوج الزيت. الخل تا هو 2.5 تفتحتيها كامله. المهم تبارك الله كلشي كيعرف علم الشباكيه، ولكن الصراحه الله الشباكيه كتختلف كيفاش كيعدل كل واحد والقوام ديالو، واحد الطريقه ديالو. المهم عرفت هنا جوج ونص غادي نعمل. صراحه هذا القياس كيجينا كيحمق. المهم اللي بغات تجربوا تقيد هذا، تبارك الله حنا كنعدلوه هذا القياس هذا. انا صراحه لا كليته ولكن تفنن. المهم ان شاء الله يا ربي كملوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوش البنات واحد اللايك. واخا المهم دابا انا عزتو البيضه، واخا صراحه الله المهم كنحوتي دائما، ولكن ساعات كنتفكركم، والحباب اللي معايا صراحه الله ما كينساونيش. شي نصك صافي. دابا هنايا غادي نعملوا، وعندنا هنا كاس د الماء دافي على حسب هذيك اللي تخلط، هذاك عاد تخلط وصافي، ماشي يعني نعملوا هذه الكميه كامله. المهم عاد هنا نضيف غادي نعمل الشنجلان راه محمر، ماشي محمر بزاف، المهم غير مصهر غير سخان. غنعمل اللوز طحنا اخضر، اللوز هذه طاسه بالقشور ديالها كلشي مطحون.
هذا النافع راه عبرنا كلشي عبرناه. من احسن اللي كان عندكم النفع البلدي مزيان. هذه المسكه ماشي كامله مسكه، راه طحنت مع شويه ديال فيها السكر. السكر. هذه الخميره غادي نعملها كامله. هذه ديال 8 غرام، واللي عنده مثلا بالعبر يعمل معلقه صغيره الزعفران. شويه ديال الزعفران ضروري باش تجي ديك شي بايضه الشبكيه، اصلا ماشي صفر بزاف. هذا تا هو السين غنعملوه مع هذا الزعفران شاره ماشي يذوب. هنا هذه معلقه كبيره ديال القرفه، معلقه كبيره مع معلقه شويه ديال الملح، وهذه الكوزه. صافي هادو كاملين غادي نخلطوهم، ضروري خصهم هيدا يتخلطوا مع بعضهم مزيان. المهم عاد خلط هذا الشيء كامل، ومن بعد عاد ضيف له ديك السوائل ياك صافي ساعات. المهم نرجع معكم. هانتوما كتشوفوا بعد ما خلطناهم هيدا مزيان، خصهم هيدا يتخلطوا باش داكشي كامل كيدخل في الطحين. صافي كنعملوا هكذا. هذه كنا عملنا هنايا خميره مع شويه ديال الماء، نتوما كتشوفوا شحال الماء. هذه خميره ديال العجين داكشي خلطناه كامل. صافي غنبقاو نخلطوا. الا كان باقي خصنا شويه د الماء غادي نزيد، هي خصها تجي شويه قاصحه. بحال شويه هذيك يبقاو يزبروا جنب ديك الزبده. دابا كيطلقوها في المهم كاين هذه الكعاب صافي كتقطع. انا كيعجبني نقطع بهذه باش كتجيني مع طاقد بعطله. تقطع بهذيك، ومرات خي كتقطع بالقطاعه. انا كتجيني سهله، واخا زعما الصراحه هاد لاكات كدير اليد. انا البنات ما كنعرفش نشبك، بس نتعلم نشبك. فهمت هذيك ولا صافي كما شفتوا. وكنحطوه في الصواني كتجي رقيقه، ما كتجيش غليظه. المهم نطيب نشعل نكون عندنا نقليوها نشاركوا معكم. كنتمنى تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخير، وتقولوا خليو شي تعليق يكون مزيوان وشي لايك. واخا المهم كانت عاطل عليكم، ولكن ديما في القلب. بنات باش دابا عاد بدينا كنقليو. ما ديرش على التصوير حيت ضوء الكوزينه عندي ضعيف. المهم هنا حطينا الشبكيه تقلى. شوفوا بوطه قليله البنات، وهاد الطنجره عندي انا ثقيله. صافي هنا العسل، هذا العسل مصاغه بلا اليد. ها شوفوا البنات، انا ما شاركتش معكم العسل، ولكن جات واحد الطيبه فيها البنات اللي بغا نعطيها المقادير نعطيها مقدار فنه عرفتي كتستحسن الماكله، عرفتي واعره. من الناحيه ديال الشبكيه ماشي تطيبوها ببوطه قليله. حنايا كانت عندنا مجهده اول مره حين عملت الشبكيه نقصت لها، عاود حين نشوفوها بحال اللي بدات كتبرد جهدوا لها، ما تخليوش مجهده باش ما كتلهاوش، فهمتي باش كطلع على خاطرها. صافي هنا ها هي. هنا بالنسبه قليت اللوز. المهم تشوفوا عندي جوج كتسمى هذه ديالي وهذا اختي. باش نعملوا ان شاء الله بقلاوه. غنشارك معكم ضروري، ما نشارك معكم بقلاوه الصراحه. الله البقلاوه اختي كتجي فنه. وهذه سطيله ديال العسل غير زدتها البنات، هذه فيها 4 كيلو غير زدتها، قلت مربي ما حضانيش وزدتها صافي. بالنسبه للبقلاوه غادي نعمل لها نزيد معها شي حاجه ديال العسل ديال الياسمينه باش كتجي ديك هاد العسل ديال الياسمينه البنات غزال واخا غاليه شويه. المهم مزيانه هذه كتعملها 34 درهم، مزوينه بزاف، فيها طيبه مزيونه. انا كنجيب غير الصغيره، واللي يقدر يجيب الكبيره يجيب الكبيره. صافي هنا هرمشنا شويه ديال اللوز، انا حكيته بيدي هيدا. المهم غير سمعوا على التصوير البنات مع الضوء. وصافي هذا باش نعملوا شباكيه ان شاء الله. عملت اللوز وما نعمل الشنجلان ان شاء الله. ايوا صافي نتوما معنا وهنا عملنا الشبكه فين تقدر شباكيه. وصافي نستناو ان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي مع البقلاوه. ان شاء الله نشارك معكم بقلاوه. هنايا هي كما دقناها قليناها. مثل اللوز فيليدا هرملشنا شويه والشنجلان. المهم صافي نكملوا ما بقاش بزاف. وبالنسبه للبقلاوه ها هي طحنت اللوز حمرناه خليته انا في الزيت وحمرناه وطحن. ما كطحنوش بزاف، ما كديروا حتى شي حاجه لا سكر لا والو. صافي غنوريكم من الداخل كيف كتجي
تبارك الله والله الا غزال غزال غزال، ما معجنه من داخل ما والو. ماشي كبيره صغيره انا ورقيقه. رقيقه. ها الرق ديالها كيفنا هو. المهم بقاو لنا شوف ساوات هنايا. شوف الرق ديالها كيفنا هو. شوف يعني رقيقه وشوف كيف كتفرتت. نديوش على التليفون ما عادش عنده قالوا لنا شيشه البنات من واحد الدرجه الصراحه الله فنه 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 فنه. كيف كتجي هاد البنات كنعملوها هكذا، يعني هذا هو الوجه ديالها، كتجي مغطسه فيها هكذا، كتجي الصراحه الله كتجي كتحمق وفتيه بغيت نوريكم وحده، يعني جاتني ما بقاش نهرس هذيك. يعني هشيشه صراحه الله كتحمق، يعني شي حاجه مزيونه. كنتمنى لكم تبعوا هذه الوصفه وغادي نشرحوا فيها ان شاء الله. صافي. وهذا الشنجلان انا جبت غير الشنجلان ديال بيدك ديال مصر. المهم اغلبيه كنعمل هذا اللوز صراحه الله جات فنه فنه فنه. والله يا بنات تبعتوا هاد المقادير والله ساعات نجح لكم. صافي البنات هنايا غادي نعملوا عندنا اللوز مقشر ومحمر انتم كتشوفوا مطحون غير مهرمش هكذا، ما خصوش يتطحن مزيان، راه بلا سكر ياك. عندنا هنا الزبده النوع الممتاز. شحال زبده هنا مذوبه عينك وميزانك هي كتسمى. ما شوف هنا كيلو. هنا حسب تقريبا هنا كيلو بحق هنا كيلو د اللوز، وهنا تقريبا نص كيلو اللي ذوبنا، ولكن راه غادي تبقى منا شي حاجه. هنا كيلو نص كيلو د الزبده ذوبناها. هنا عندنا كيلو ديال الورقه. المهم لا شط ماشي مشكل. عندنا هنا القرفه. المهم اللي كتحتاج هاد بقلاوه. عندنا هنا القرفه، عندنا المزهر، هذه شويه ديال المزهر مقطع، عندنا هنا شويه، والمزهر هنا عادي. عندنا السكر. صافي هادشي اللي كتحتاج. كاين اللي كيعمل المسكه باقا لك لا والو صافي. ماشي ضروريه النسكه، يعني القرفه والقرفه كتنسي جميع. دابا عاد بريات. صافي غادي نعملوا هنا طاسه بالله زلافه. حنا كنقولوا طاسه. يعني غيكون سنه 3 شي حاجه ياك. كل زلايش هكا تمل فيهم. ما كنعمرهاش بزاف على حسب هي عاد تعسل، ما خصهاش تعمر بزاف بالسكر، حيت عطيه في الفران وعاد تعسل بالعسل. كيما وريتكم انا عملت العسل ديال ياسمينه. اللي بغى يعمل العسل عادي يعمل غير هي العسل ديال ياسمينه كتجي بحال عملت العسل. هاد الطاسه ماشي محمره يعني طاسه لا. دايره معروف هاد البقلاوه. عرفتي الناس البلاد التطوانيين هنايا عندك فواسه وتطوان وكنظن الرباطيين ضروري كتعذب. هذاك فواسه وتطوان هادو كنعرفهم اخر الله علما. انا قديمه هاد الحلوه ما هادي كيعدلوها، ما يمكنش ما يعدلوهاش. تقريبا غنزيد غير شويه، ما نزيدش بزاف. تقريبا شي كاس لارو. كاس ديال العنبه كاس لارو. صافي هكذا غير شويه. صافي هادشي اللي كنعبلو له. عندنا هنا غادي نعملو معلقه ديال القرفه. القرفه تكون نوع ممتاز مزيانه، تكون دقوق على اليد. صراحه الله القرفه كتجي مزيونه، غير من عشاق القرفه كتحمقني مع القهوه. صافي القرفه والمزهر. عرفتي كيف كتعطي واحد هذا المزهر يبقى لي غير واحد شويه. ما نقطعش، غادي نقول لكم البنات الدار تقلبت به صح صغير ودورنا كما كتشوفوا. شويه صافي تخلط هكذا. كتلبس كامله بديك القرفه والمزهر. كل واحد يبغى يعمل نص كيلو، اللي بغى كل واحد على حسب قديتي عليه. واخا يعمل غير الفال وصافي. زعما تبارك الله بزاف. عيش النو خصك تقطع سيت وصافي، تقطع الفرقه كتجي مزيونه. حق البقلاوه ديال تطواني كتكون كبيره. هذيك هي تكون شباعيه. خاصنا شويه ديال المزهر. مفتوحه هذيك مفتوحه خلطه معاه. حيت صراحه هذا المزهر اللي كيتباع في الزنقه غنمه. إلا عملت جوج ونحس تلبس لكم هذه مزيان. هذاك المزهر كيجي فيها مزيان الريحه ديالو. تقريبا 5. انا بنات خدمنا في السيجور على حسب. عندي الكوزينه عندي صغيره كما كتعرفوا. ما يقولكش شي وحده مشات لك نص طالعه ولا مشات لك شي موطا وخدمت. لا الكوزينه عندي صغيره وكاينه تما مرات خاي كتقلي الشباكيه. اصلا صراحه الله العواشر ضروري خص الدار كامله تنسالي ان شاء الله عاد نضرب واحد التخميله.
بحال كيكمل الشغل ديالو كامل وكيعمل داكشي في التوفينات كيحيدهم عاد كيبقى التخمير. واخا يلا خمت صافي نعاود نتخمر هكذا. دابا غنعمل شويه ديال الزبده غنعمل غير شويه اخر غادي نكون سخونه. هذه الزبده البنات المزيانه حيوانيه. على واحد وقت الورقه راه مزيانه رقيقه. كاين اللي كيعدلها كبيره كيعمل جوج الورقات فهمتي كيعمل جوج الورقات. انا من الاحسن كنعمل غير هكذا غير ورقه واحده صافي. صراحه والله ما كتعرف شي لوز بزاف شويه غير كدردرها هكذا. اما حتى في الجناب باش ما تجيش خاويه في الجناب باش من تعض تجي العضه. انا كنقرب لكم بنات الكاميرا باش تبان لكم داكشي الحشوه شحال بنات فيها. هذيك القرفه كتجي غزاله وديك المازها الريحه فيها. اللي بغى يعملها بالكاوكاو حتى اللي بغى يعملها بالكاوكاو يعملها. نعملوا هذا الزبده هي صراحه والله هذه ما هذه خصها شو زعما اللي ما عندوش الاستطاعه ديالو يعمل هذا مسكين راه تبارك الله كتخرج. عاود الله يحسن العون. كاين اللي ما كيقدرش ولكن عاود هذا ما باقي لا بنادم مره في العام وخا من عام. انا والله البنات امتى عرفتي ما كليتها ما عملتها. راه من كنت حامله بولدي ايمن. دابا ايمن عنده 20 عام صافي. كطول جهه من هنا وجهه من هنايا. واخا انا عنجي موراها صافي. خليها تما انا عنجي موراها. نشوفكم من الفوق هكذا كتسنى فوق بعضيها. هذه ضروري خصها تبات ضروري. ما كطيبش في النهار. تعدلها في الصباح خليها تبات حتى الغدا وتقل عليها مزيان باش حين كتقطع ما كتفتت ما حتى. شوف البنات من عاد سالي نوريكم كيفاش نوريكم الطاويه كيف هي الطاويه ساهله. كطوي النص والنص عاود من هنايا تجي هاد اليمين تجي هاد الشمال ومن بعد كطوي فوق بعضياتها. المهم ما عاد بغيت تعملها في الصينيه هي ما كطيبش في النهار خصها تبات وكتثقلوا عليها بشي حاجه. المهم انا ما عاد نكمل ان شاء الله نوريكم الشكل ديالك كيف كتكون كتثقل عليها. بنات كنتو لاباس عليكم مزيان. المهم هذا النهار الثاني المهم اللي صورت معكم الشباكيه. المهم كتسمى الصباح حيت بقى كما كتعرفوها كتبات. المهم ها هي كيف صبحت. نقولكم صباحكم مبروك ونهاركم مبروك. عندكم شي ريح حنا عندنا فيه الريح. اليوم نهار الخميس عندنا الريح. شوفوا كيف صبحت. كتصبح يعني مشبره ببعضياتها يعني ملي كتجي تقطعوها كتقطع مزيان. المهم انا عندنا هنا جوج كميات. هنا الكميه هذه ديال اختي وهذه ديالي. سمحوا لي راه التصوير فيه معضه وكاين شويه اختي في الكوزينه. شوفي ديك الزبده كيف صبحت من هكا. دابا غادي نشبرها غادي نقطعها هي كما كتشوفوا. المهم كتقطع هدايا كتجي مثلثه وغادي نعملها في الصينيه. انا الفران عملته دابا يسخن ومن غادي ندخل هذا الطيب غادي نقص البوطه باش طيب مزيان باش طيب. واخا اللوز عندنا محمر باش طيبنا من داخل ومن برا طيب مزيونه يعني تجي التحمير ديالها مزيون يعني نقصوه. الا كان عندكم فران كيشعل من فوق ومن تحت شعلوا من فوق ومن تحت. كان عندكم كيشعل بحال اللي عندي انا ديال الغاز كيشحال غير مثلا غير من الفوق يعني عملت تحمر من الفوق عندها بطات تحمر من تحت صافي. دابا ما غنقطع عندي هنا بشويه ديال الزيت ونقطعها وندخلها. المهم التقطيع ديال البقلاوه انا معروف انا نوريكم كيفاش كتقطع وصافي. المهم انا كنصور غير واحد اليد صافي. غادي نقطع ونعملها في الصينيه ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله حتى ما عاد تخرج ونوريكم الشكل النهائي ديالها ونوريكم كيفاش كنعمل لما كنعملها في العسل. بريت من بعد ما قطعتها. المهم قطعتها هذا الشكل هذا. انا كتبان لكم صغيره كبيره ولكن هي غير صغيره. ما بغيت نقطعوها كبيره قطعوها صغيره. المهم خرجت لي انا طاوه كبيره الشكل هذا وخرجت لي وحده حيته صغيره. انا حتى هادوما داك الحاشيه ما رميتهمش خليتهم. دابا عملت هنا شويه ديال الزيت. المهم تليفوني ما عرفتش مالو. عملت هنا شويه ديال الزيت وغادي نبدا نسيس وغادي نبدا نعملها حيت هي مدهونه بالزبده. نزيد لها شويه ديال الزيت حيد على الوجه ديالها باش تعطيها ديك التقرميشه وديك الحموريه كتجي مزيونه فيها وصافي. الفران كما قلت لكم انا شعلته غنقللوا البوطه مزيان. انا عندي الفران ماشي في الكوزينه عندها في الباركو ديال الغاز صافي. وغادي نخشيو ونقللوا البوطه حتى تحمر. نشوف تحمرت من تحت عاد نهبطها لتحت ونخليها تحمر من الفوق صافي. كيما نجيب داك سخونه
نعملها في العسل باش تشرب لي ديك العسل. الا خليتوها حتى بردت ما تشربش العسل. هادي ما كتعرفوا ما كتقلاش، كتطيب في الفران. هي كان الفران ديال الزنقه كتجي غزاله. الفران ديال الزنقه حنا عندنا تطوان هنا معروف، هاد الحلوه بالقلاوه كيطيبوا الفران ديال الزنقه، يعني الفران ديال العواد. المهم شاركت معكم غير هذا التشكيلات، كنتمنى يعجبوكم وخليكم معايا تتفرجوا للتشكيل النهائي ديال ان شاء الله يا ربي. هيا عشاق النبي محمد هادي صغرات على زين الزين صلي يا لالا على نبينا صلي يا لالا على زين الزين هاد القب. صافي البنات، هنا بعد ما خرجتها من الفران كتشوفوا كيف محمره. هي بقى سخونه، بقى سخونه، طيبه طيبه طيبه، بقى سخونه. هنا حطيت العسل، ها هي نستناها غير تغلى شويه وغادي نحطها فيها، ونحطها في هاد الشبيكه هنا تفطر ونحيدها. نستناها غير تغلى شويه. هي قربت تغلى دابا الغرفه. هاي صافي كتشرب لي ديك العسل، خاصها العسل تكون هايده. صافي انا غادي نزيد له شي حاجه حتى زدت له شي حاجه ديال العسل ديال وريتكم ديك العسل مزيانه. زدت لها كبيت هذيك القريعات باش تعطي واحد النكهه مزيانه، وخليت واحد شويه غنطرها فوق منها. المهم حتى نبقى نعسل ان شاء الله ونتلاقى معكم. البنات كما كتشوفوا دابا ها هي من بعد ما عسلتها الصراحه طلعت فيها واحد التسيله. انا غير التليفون ما بقاش يصور لي مزيان، صراحه واحد التحميره واحد التسيله جات فيها فنه متقرميشه. غادي فنه. كنتمنى صراحه الله تجربوها. بالنسبه هذه ديالي انا عملتها فهاد السطيله ديال العسل، باقي فيها العسل خويتها من العسل وعملتها فيها. وهذه بالنسبه ديال اختي فهي انا باقا هذيك فيها باقا شويه هنايا، وهاد التاوي كيبقاو هنايا. هذا المهم هاد السلقون حتى غنسالي هنا ونكب هنا. على فكره كانت عندي كتعسل، زدت لها واحد تقريبا عليه نص كاس ديال المزهر كبيتو هنا، كتعطي ديك الريحه ديال المزهر مزيونه صراحه. ديال البقلاوه ديال انا الشباكي ديالي باقا منزله هنايا، باقا ما عملتها شي في شي توبينه صراحه. باقا ما شريتهاش، تنخرج نجيبها. وعملت السلوفان وغطيتها خليتها هنايا، وهذه غنعملها هنا ان شاء الله. وصافي هنا كينتهي الفيديو ديالنا. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتقبلوا على اختكم ليلى على هاد الفيديوهات هذا. واخا كنتعطل بزاف كنقولكم البنات هنا كينتهي الفيديو ديالي. كنتمنى يعجبكم وما تنساوش تقولوا ما فنان. ابى واحد منكم يقول ما فنان، ولا يفكر بس يقول اني ما فنان، ولا عنده شك ولو ذره من المليار اني يقول ما فنان. على هالسقفه وهالنسبه خير تقولوا ما فنان. ابى واحد منكم يقول ما فنان، ولا يفكر بس يقول اني ما فنان، ولا عنده شك ولو ذره من المليار اني يقول ما فنان. تقولوا ما فنان. ابى واحد منكم يقول ما فنان، ولا يفكر بس يقول